والسلام عليكم ورحمة الله. ومعانا النهاردة عقرب. تمام، احنا غايبين دي النهاردة اهو. ده عقرب اسمه باي كلر. تمام، جبنا بقى الحاجة اللي هنعملها له البيت بتاعه. تمام، وهنبتدي نجهزه. خلي العلبة مقفولة هنا الأول، نحطها جنبنا هنا. أول حاجة جبنا علبة زي دي تلاجة بالغطا بتاعها كليبسات طبعا. تمام، وجبنا رملة من السوق أو من أي مكان، عموما هي رملة أبيض بس. وجبنا مغبق عبارة عن حتة نص جوزة هند زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وهنعملها له مغبق. اول حاجه طبعا العلبه، عشان قبل ما نحطه فيها وبتاع عشان لما نقفل الغطا لازم يبقى العلبه متخرم. فانا جبت المكنه بتاعه الحمل القصدير دي وخرمتها زي ما انتوا شايفين من هنا كده اهو، ومن الجنب التاني نفس الكلام، بحيث ان انا لما اقفل يبقى الشكل مختفي، في نفس الوقت شكل العلبه نضيف. تمام اهو، يبقى من تحت اهو. بس اول حاجه جبنا العلبه ونحطها ونعمل ونفرش الرمل زي ما انتوا شايفين كده. تمام، ونحط مغبق اللي احنا قلنا عليه. بصوا انا الحته دي كسرها كده بحيث ان هي تبقى يعني بحيث ان اول ما تتحط كده اهو زي ما انتوا شايفين تبقى مفتوحه، فالعقرب يقدر يدخل جواها. وجبت شجره كانت بتاعت حوض سمك بلاستيك كمنظر مش اكتر. تمام، حطيناها في قلب العلبه. بس بقى البيت دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين، مغبق وعلبه ورمل. وننزل الأمورة في قلب البيت بتاعها. تمام، بس حاجة برضو حابب اقولها لكم، العقارب عموما ما بنتعاملش معاها بالايد. تمام، مش لما الخبطة ديت ممكن بأي لو بأي تهور في أي وقت ممكن في أقل من ثواني تكون اتقرصت. فاحنا عموما ما بنستخدمش العقارب، ما بنستخدمش ايدينا معاها. في عقارب سماها ضعيف تمام، وفي عقارب لا، دي من العقارب اللي سماها قوي فما ينفعش نستخدم. هذا العقرب عقرب الباي كلر او الفات تيل، ده من العقارب اللي سماها قوي طبعا، ما بنصحش للتربية منه للمبتدئين. في عقارب تانية سماها ضعيف، في الاسود اللي هو المستورد الاسيان فورست دوت، تقدر تربيه لو انت واحد مبتدئ وواحد سنك صغير بحيث ان انت ميبقاش فيه اي اذى. تمام، بس احنا نزلناها اهو. اهي تمام، وكمان لما نقفل الغطا كده تبقى العلبة محكومة عليها، وفي نفس الوقت الحاجة من جوه زي ما انتوا شايفين كده. البيت بسيط وديكورات بسيطة، وده العقرب واقفة اهو. العقرب بتغذي على العقرب بتغذي على حشرات. تمام، سواء صراصير سواء دود، اي حشرة صغيرة ممكن يعرف يصطادها وياكلها. ممكن برص صغير لسه فأس، الكلام دوت على حسب حجم العقرب الموجود. موضوع المية، هو في الغالب بياخد السوائل اللي في قلب الاكل، اللي في قلب الفريسة بتاعته. بس كل فين وفين كده بقوم حاطط علبة وحاطط فيها منديل او قطنة، وابل القطنة دي بحيث ان هي تبقى مترطبة، وهو بتروح تشرب منها. شكل البيت بتاعه من بره. عشان المخبأ برضه عشان احاول اوريها لكم شوية.
هنحاول نأكلها، بس مع انها واكلة يعني من يومين فمش هترضى، فاحنا برضه هنجرب كده معاكم ونشوف. نجرب كده نحط لها دين من الورم اهي، نوع من انواع الديدان مستوردة. تمام، انا عامل منها مزرعة صغيرة كده باكل بيها الزواحف عموما والحيوانات، وبتنفع للسمك والطيور واي حاجة. نسبة البروتين فيها عالية وبتنفع لهم. بس هي اهي، فاحنا هنحاول نرميلها الدودة ونشوف. زي ما انتوا شفتوا جريت كده. انا لسه واكلة من يومين، ففي الغالب يعني مش هتبقى جعانة، بس هي مش واخدة بالها اصلا منها خالص. سبحان الله اصلا في التفاصيل وفي جمال ربنا في خلقه. ده القرص الديل اللي بيقرص منه، ودي الكلابات اللي بيبتدي يمسك بيها الحاجة، والبق طبعا زي ما انتوا شايفين في اول الراس كده ناحية الكلابات بيبتدي ياكل ايه بيه. اول حاجة بيثبت الفريسة بالاتنين اللي قدام دول، ويبتدي يقرص بالسم بتاعه يموتها، وبعد كده يبتدي ياكل في الحاجة بتاعته. بس يا رب تكون الحلقة عجبتكم، هي بسيطة وان شاء الله يعني استنوني في حلقات جديدة تانية في حاجات تانية، وبرضه معلومات عامة مش شرط حيوانات بس. بصوا زي ما انتوا شايفين كده هي مسكت الاكل اهو، بس بعد كذا ساعة يعني لما سبتها لها معاه في البيت بتاعها، هي طلعت اصطادته وراحت داخلة بقى، كانت مستخبية في المخبأ بيه. بس بتفضل كده بقى شوية فترة كده لحد ما تبتدي تاكل بقى في الحاجة وتخلصها خالص. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله.